الهاند بلندر من أكتر الأجهزة اللي الناس بتشتريها من غير ما تعرف الفرق بين أنواعه وملحقاته، وبعدين تكتشف إنه مش مناسب أو يتعطل بسرعة. أنا النهاردة هعرفك ليه ده بيحصل. هنتكلم عن إيه الفرق بين الأنواع والملحقات وأحسن الموديلات الموجودة دلوقتي، وهنختم بالنصايح اللي تحمي جهازك من الأعطال. الهاند بلندر هو الجهاز اللي بتحطه انت في الوعاء مباشرة، مش زي الخلاط العادي. بدل ما تحط الشوربة السخنة في الخلاط وتخاطر وتضيع وقت ومجهود وغسيل، والأهم مش بس بيخلط، ده كمان في موديلات بتضرب بيض، تفرم وتقطع، يعني كأنه كيتشن ماشين صغير في إيدك. بس خلي بالك، مش كل الهاند بلندرات زي بعض، في فروق كبيرة جداً بينهم. وفي السوق المصري 3 مستويات رئيسية، تعال أقولك الفرق بينهم. المستوى الأول الأساسي بيبقى موتور مع رجل ومكيال فقط، بيعمل شغله كويس في الاستخدام اليومي البسيط. سموذي، بيوري أطفال، شوربة كريم، مناسب لمين؟ اللي مش بيطبخ كتير أو عايز حاجة رخيصة وموثوقة. مميزاته: سعره في متناول الجميع، خفيف الوزن، وتنظيفه سهل. عيبه: مش معاه إكسسوار لعمل الخضروات أو البصل أو اللحوم، ولو الواط قليل مش هينفع في خلط أي حاجة بتلج زي السموذي، ممكن يحرق الموتور. ولو الرجل مش معدن ما ينفعش في السخن زي الشوربة. هاند بلندر مولينكس مواصفاته 1000 واط، 10 سرعات، باورليكس تكنولوجي، ممتاز للقيمة. هاند بلندر مولينكس مواصفاته 350 واط، ذراع خلط فقط، سرعة واحدة، والأرخص سعراً، مناسب جداً للمبتدئين أو أكل الأطفال. هاند بلندر براون مواصفاته 1000 واط، أداء وقوة تحمل عالية، مناسب للعمل على النار. المستوى الثاني المتوسط، ده الخيار الأذكى لمعظم البيوت المصرية. قوة أعلى، غالباً معاه ملحق حوض للبصل والخضروات بكميات متوسطة، وممكن يكون معاه مضرب بيض بيعمل مهام أصعب زي فرم البصل أو تحضير الصوص التقيل. في 30 ثانية بس يعمل البصل بدل ما نقعد نقطع بالسكينة وكفاية دموع. ده اللي بيفرق في الاستخدام اليومي بجد. ولو معاه مضرب البيض يبقى 20 ثانية، والبيض للأومليت أو للكيك يبقى مخفوق تماماً. لو عندك فود بروسيسور، الجهاز ده هيريحه من الاستخدام في كميات قليلة، وده مناسب للي لسه متجوزين. ولما العيلة تكبر أو في عزومة يبقى نعمل الكميات بالفود بروسيسور. هاند بلندر مولينكس مواصفاته 1000 واط، ذراع خفق زائد مضرب بيض زائد قطاعة، 10 سرعات، باورليكس، سعر مميز وضمان مميز. هاند بلندر براون مواصفاته 1000 واط، ذراع خفق زائد مضرب بيض زائد قطاعة 500 ملي، 21 سرعة، قوة تحمل وأداء عالي. هاند بلندر ميانتا مواصفاته 1000 واط، ذراع خفق زائد مضرب بيض زائد قطاعة 500 ملي، متعدد السرعات والأرخص سعراً. هاند بلندر كينوود مواصفاته 600 واط، ذراع خفق زائد مضرب زائد قطاعة 500 ملي، جهاز عملي وخفيف جداً. النوع الثالث الاحترافي، ده الجهاز اللي بيعمل كل حاجة، موتور قوي، ملحقات متكاملة، وبيستخدم في الشغل الكتير زي عزومات العيلة الكبيرة أو طبخ كل يوم. والفرق التاني، الموتور الاحترافي أهدى أحياناً من الأساسي، لأن تصميمه بيكون أفضل ومعد لتحمل ضغط الشغل نتيجة كثرة الإكسسوار. هاند بلندر ميانتا مواصفاته 1000 واط، ذراع ومضرب بيض وقطاعة 2 لتر ومتعدد السرعات، الأفضل في الضمان وخدمة ما بعد البيع. هاند بلندر مولينكس مواصفاته 1000 واط، ذراع ومضرب بيض وقطاعة 500 ملي وقطاعة 3 لتر ومجموعة مباشر للخضروات والشيبسي، 20 سرعة، سعر مميز وضمان مميز. هاند بلندر براون 1000 واط وذراع ومضرب بيض وقطاعة 350 ملي وكبة 1500 ملي، مجموعة مباشر للخضروات والشيبسي، تقنية باور بيل، 5 سرعات، محرك صامت DC، نظام السرعة الذكي. هاند بلندر براون مواصفاته 1000 واط، ذراع ومضرب بيض وقطاعة 350 ملي وقطاعة 1200 ملي، سبلاش كنترول، 21 سرعة، ايزي كليك، أهدى صوت في فئته. وصلنا بقى للجزء اللي وعدتكم بيه، نصايح بسيطة جداً لكن هي اللي بتفرق بين هاند بلندر يعيش سنين وواحد يبوظ بعد شهرين. أول نصيحة:
اغمس الهاند بلندر كويس في السائل قبل ما تشغله عشان تمنع تناثر الخليط. تاني نصيحة، ما تشغلوش دايماً على أعلى سرعة، خصوصاً لو الأكل مش محتاج كده، لأن ده بيستهلك الموتور على الفاضي. تالت نصيحة، ما تشغلوش أكتر من دقيقة متصلة أو 4 دقايق على فترات عشان الموتور ما يسخنش وما يقلش عمره الافتراضي. رابع نصيحة، بعد كل استخدام فك الدراع وحطه في كوباية مية دافية 10 ثواني وشغله، وده بيساعد ينظف نفسه بسهولة ويحميه من تراكم الدهون. النصيحة الخامسة، ما تغسلش الغطا بالغمر الكامل في المية، خاصة لو الغطا فيه تروس من جوه، لأن ده ممكن يضرها. اكتفي بتنظيف الجزء اللي بيلمس الأكل بإسفنجة، وبعدها نشفه بقطعة قماش رطبة. لو نفذت النصايح دي الهاند هيديك أداء ثابت لسنين. وأخيراً، ليه تشتري من moodihand.com؟ لأن مودي هاند مركز خدمة معتمد لماركات مولينكس، براون، ميانتا وكانوود، وبنوفر المنتجات بالضمان. ولو أي اكسسوار للهاند بلندر حصل فيه مشكلة بعد الضمان، تقدر تطلبه أونلاين بسهولة من موقعنا. ولو معرفتش توصل للقطعة المطلوبة، اكتب لنا في الكومنتات أو ابعت لنا على ماسنجر وإحنا هنساعدك لحد ما توصلك لحد باب البيت. وبكده نكون اتكلمنا عن 3 مستويات الهاند بلندر، واستعرضنا أحسن الموديلات الموجودة في مودي هان، وكمان أهم النصايح اللي تساعدك تحافظ على جهازك، وكل ده في فيديو واحد. وسؤال النهاردة، انت عندك هاند بلندر دلوقتي؟ ايه ماركته وبتستخدمه في ايه؟ اكتب لنا في الكومنتات، ولو عندك سؤال عن موديل معين هنرد عليك شخصياً.